مرحبا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معاكم أميرة، رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم وتستمتعوا فيه يا رب. هون هيك بداية هيك دغري، يعني كان على السريع، ما حبيت طول الفيديو كتير من عيد شي روتين كامل، فحاولت بجهدي إنه ما يكون كتير طويل. يعني كنت هون تحت يعني عند جارتي، شربت والله فنجان قهوة معاها على السريع هيك. ما كانت القهوة عندي الصراحة بنعمل دور فيها أمراض، يعني حسب. فشربتها وطلعت يعني لم البيت على الأخير. مثل ما قلت لكم بالفيديو الأخير كنا متفقين نعمل سهرة يعني، فيعني بدنا نجهز له هيك. يعني كل مين اتفقت تجيب شغلي ايه وهيك والله. بقى كل مين هيك يعني بدي يخلص شغله ويظبط الوضع لليل. حبينا هيك نغير روتين يعني على وجه السنة الجديدة، وهيك مو احتفال ولا شي، بس انه والله انه هيك حبينا تغيير روتين، انه كل مين بتساوي شغلي وانه بنسهر سهرة حلوة يعني، غير يعني كل يوم وهيك. هون غرفة النوم عندي يعني بصراحة ما عندي غرفة نوم. ما جبت لأنه بسبة إنه يعني بيت كري وهيك، فدائما من بيت لبيت الصراحة بتحسوا الموضوع بده شوية استقرار، فلهيك ما بحب وبكره وقت اللي بنقل وهيك يكون في كتير عندي أغراض وهيك، فهذا السبب والله. ايه والحمد لله، أهم شي القناعة يعني. لا أنا مرتاحة وعجبتني يعني، ما بحب العجقة كمان. حاطة فيها بس يعني الفرشة اللي بنام عليها وبرداية وسداجة اللي هي الستارة طبعا. إيه هون قعدت الصبح دغري هيك زبطت الفرشة يعني، ومسحت الشبابيك من برا ومن جوا. أمرات بيكون الجو عنا غبرة شوي، ففتحت الشباك لهوي البيت، قلت بالمرة يلا بمسح يعني، وبنفس الوقت بيتهوى البيت. ايه وهيك والله كان الجو اليوم كتير حلو. شفت يعني حالة الطقس من امبارح فكانت كتير منيحة. هذا الفيديو صار له مصور 3 أيام، بدي إلي يومين بدي أنزله، بس بسبب النت ما كان ينزل معي والله. فهذا السبب اللي خلاني أتأخر يعني كمان بالتنزيل وهيك. ما في نت يساعدني، مثل ما بتعرفوا اليوتيوب بده يعني نت منيح، ما يعني النت ضعيف ما بينزل الفيديو أبدا ولا بيرفعه حتى على اليوتيوب. هون هيك حاطة ورتين على الشباك يعني زرايع، فحبيت أسقيهن والله. قلت بالمرة يعني فاتحة الشباك وفاتحته، الجو بارد يعني الواحد بس فتح الشباك صراحة البيت كله بيبرد، فصايرة وصايرة يعني الواحد غري. يعني صحيح شمس وهيك بس يعني ريح بارد. منظر السما كتير حلو. حب إن شاء الله شي نهار هيك يعني صور برا البيت، بس يعني ليجي جوزي وهيك مثل ما قلت لكم بالشغل وهيك، ما انه شغله من النوع اللي انه كل يوم بالبيت وهيك، حسب ما يصير له حسب ما يجي وهيك. فان شاء الله يعني بستغل وجوده بالبيت هيك وبعمل يعني فيديوهات برا ان شاء الله. هون هيك خلصت وسكرت، سحبت البرادي كمان يعني، وهيك تكنسي على السريع. تعرفوا انتو الواحد حتى لو ما أكل وما شرب وما حط وما شال، مجرد ما يمشي وهيك بتحسه عن جد إلا يصير أتربة وهيك يعني مستحيل. كيف وشلون ما بعرف، بس إنه تحسه ما خلص ضروري هذا الشي يعني. وخص اللي البيت يعني اللي فيه أولاد الله يخليهم وهيك. وهيك الشكل النهائي يعني مثل ما كنتم شايفين. هون ابني جايب لي وردة، اجوا من الأولاد من المدرسة جايب معاه ابني وردة، فمنين جايبها ما بعرف، بس حبيت والله ريحتها ما شاء الله بتجنن. ورد الجوري اللي ريحته طيبة كتير بتيجي يعني، هيك ريحته ما شاء الله شلون بتكون. هون عطلت البيت وانتقلت على الغرفة التانية. لا اليوم متحمسة يعني، عاملة روتين كامل يعني. الصراحة هذا روتيني بشكل يومي. هلا مثل تعزيل براد، تعزيل البيت، غسل الشي هيك ولا هيك، هذا اسمه تعزيل يعني. بس انه الروتين اليومي هذا هو الروتين اليومي بالكامل، لا زاد ولا نقصان. فحبيت شارككم يعني ان شاء الله يا رب يعجبكم، وعلى الوقت تشوفوا الفيديو للأخير. يعني كان روتين كامل من عدا طبخة، يعني الطبخة الوحيدة اللي ما شاركتكم فيها، بس مثل ما قلت لكم يعني في سهرة وهيك فما طبخت. فأنا كل يوم بساوي هاد الروتين، وبعد هاد الروتين يعني بتجه على المطبخ. الله وكيلكم يعني. هيك بكون هون الوقت صار حوالي المغرب، يعني قبل المغرب ساعة ونص
يعني هيك شي. وشفتوا الليل طويل واحد يعني، وحتى أمرات يعني بتسجع كمان بساوي شي أكلة حلو بالسهرة. شفتوا الليل طويل، وبصراحة يعني بالشتا الواحد بيشتهي. وهيك كانت نتيجة البيت التاني كمان خلصته. هون بلشت بالصالون على السريع. هون فرشيت الأرض كلّايتها، يعني الصراحة أنا بشطف شطف يعني بالفرشاية والمساحة، ما بمسح بالجفافة وهيك قليل جدًا يعني. بفضل هيك الصراحة، وخص إنه إسا ما مديت المد الشتوي بالكامل فيعني هيك يعني الاحتمال وقت اللي بفرش وهيك إيه بيخف، وحتى يمكن ما حتى بالجفافة ما بستخدم، فبصير قليل جدًا يعني، كله على المكنسة وسجاد ومفروش يعني بالأرض وبس يعني. إيه بس أنا صراحة قلت بكير كتير إسا ما بدي يعني، بس بحس هيك إنه أنظف يعني. حتى لو الواحد يعني اشتغل كل يوم وروتين وتنظيف ويعني وفرك ومسح وهيك يعني، وبالمكنسة يعني الكهربائية إنه بتشفط الغبرة كلها وهيك، بس ما بترتاحوا إلا هيك. سبحان الله ما بعرف، خصوصا إحنا السوريين ما بحس إنه صرنا معروفين عند الكل يعني، عنا سوسي بهذا الشي ما بنحسن. وأكيد في برا هيك يعني، بس إحنا إجمالا يعني النسبة الأكبر إنه هيك. هون بلشت هيك جفف الأرض على السريع. بنات زكاتكن يعني ما تنسوني من الدعم وهيك يعني. والله الواحد إنه عم يتعب وهيك، فيعني شو ما كان أحسن مما شعلوه، بس إنه يعني هيك تشجيع دعم يعني حتى لو بلايك. يعني الصراحة والله التصوير صعب وهيك يعني، محاولة بجهدي إنه يعني أقدم صورة حلوة. هي يعني عم بشتغل بإيد أمراض وبصور بإيد مثل ما نكون شايفين، فإن شاء الله يكون بستاهل هذا الشي. وهون على السريع يعني بلشت. إيه هون عند باب الدار طبعا، هو جاي مثل الممر يعني، مانو صالون مربع وهيك. إيه ويعني على السريع بلشت أفرك من كل مكان الصراحة. أول شي بعمل الصدر يعني من جوا، وبعدين بخلي عند باب الدار وهيك آخر شي. بنات ما تدقوا على الأغلاط اللي بالفيديو يعني كالصوت وهيك، يعني بحس إنه مو مستاهل مشان هيك يعني مثلا شي بسيط إنه الواحد يرجع يحذف في التسجيل ويرجع يسجل وهيك، بتحسوا الحكي ببطل أصلا يطلع بيروح وهيك يعني. فبفضل إنه إذا شغلات بسيطة وهيك إنه خليها. إذا هذا الشي إنه بيعمل أغلاط وإساءة للفيديو، ولا إنه بينقص من يعني من محتوى لهي، اكتبولي مشان إنه أعرف هذا الشي يعني، إنه برجع بسجل مرة تانية. فأنا عم حب خلي الفيديو يعني عفوي والتسجيل عفوي، وما عم عيد ولا عم أحذف ولا شي يعني الصراحة. وإسا مو متمكنة من التصوير الصراحة يعني الشغلات اللي فيها إضاءة والشغلات فيها مرايا وهيك كتير عم حاول كتير أتجنبها، لأنه كتير عم بتعذبني. ممكن خليها لبعد الولادة وهيك، إنه بثبت إنه بالتعب وهيك، بس حاليا ما خرج يعني، إنه كتير أشد على حالي وهيك. هون لايفة الحمامات هيك على السريع، يعني بعد ما عملت الصالونات والغرف جوا شفتوا يعني. بحس كل شي بينضف بالمي، بس إنه الواحد يستخدم منظفات ومي فكل شي بينضف، وهيك بتحسوا إله زهوة أكتر. هون الحمام هيك كتير صغير تبع الدوش، فما كنت أخذي راحتي بالتصوير أبدا. هذا البشع بالدور الآجار، إنه كل مرة ببيت وكل مرة شي يعني، حتى إذا بدكم تفرشوا ما فيكم تفرشوا يعني على بيت واحد، إذا بدكم تجيبوا فرشة عليه وتنقلوا على بيت تاني فبيكون الفرش التاني مو مناسب إله. فعن جد الاستقرار نعمة من رب العالمين، الله هيك يا رب يفرجها علينا. طبعا صحيح نهار وهيك، بس إنه باخد الستاند والإضاءة إجباري يعني، بحس إنه ما في إضاءة منيحة يعني بتظلم كتير الفيديو وهيك، فبفضل إنه يكون في إضاءة قوية قد ما فيني. فعم بحرص على هذا الشي يعني لتكون الصورة واضحة عليكم، وإن شاء الله هيك يعجبكم. هون لأنه قدام باب الدار فعملته زومين خفت، يعني بيكون إنه هون يعني شفتوا الواحد يعني المدخل يعني، فبيكون هو أوسخ شي.
بحيث بس ضل هيك زوم ونضيف آخر شي، فأحراف هيك البلاط يعني بتصير حمرا صفرا، ما بعرف كيف بتعذب كتير بالتنظيف، فما بفضل حط فلاش كتير وهيك مشان الأرض ما تتحفر يعني. وهيك يعني الواحد بس إنه يداريها مداراي، متل ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. هون هيك جففتها على السريع كمان دور يعني إذا في مي وراي ولا شي مشان الأولاد. هي الدار مبينة صغيرة بس عن جد بالشغل صعب، وشلون إذا الواحد عم يصور كمان، فيعني عن جد ما بعرف الواحد شو يحكي. مشكلة إذا حطيت الهاتف على جنب وبلشت صور وهي يعني رح أطلع كلياتني ما رح يمشي الحال. غصب عني هون ماسكة بإيدي الصراحة، ويعني وعم بشتغل بإيدي. إن شاء الله كمان تكون هيك صورة صافية عليكم وما كنت دوختكم وأنا عم آخذ وأجيب الهاتف. يعني صراحة عيني على الهاتف أكتر من المساحة يعني. وأخيرا انتهينا. وهي كمان هيك النتيجة النهائية بعد تنظيف. أخي الله هيك ما أحلى هيك الواحد بعد ما يخلص ويعمل فنجان قهوة ويقعد، عن جد تحسه هيك راحة نفسية عن جد. لأنه الواحد حتى لو قعد يعني واعتبر ما عنده شي يعني ما بيرتاح بالقعدة أصلا. يعني إذا عنده وراه شي يعني خلاص ما بيرتاح، بس هيك الواحد يكون مخلص ومخلص يعني. مع إنه الموضوع مو لهالدرجة مهم وهيك يعني. وحتى في ناس هلأ ما عاد تسأل على هيك شغلات يعني، بس سبحان الله في ناس إنه هيك، وأنا هيك والله. هون الجو ما شاء الله شلونه خلص النهار تقريبا، والساعة عن جد جو ما واحد ما بيشتهي غير إنه يطلع برا. بس للأسف ما عندي حد طبعا، أنا لحالي ما فيني أطلع. هون خلصت الغرف يعني ضلت عندي بس المضافة. هون الأولاد لعبوا فيها شوي فما فيها شي، هي يعني مو قصة إنه خليتها آخر شي. أنا أول شي بكنس طبعا، بعدين يعني بكنس وبلم بعدين بشطف وهيك يعني. إيه بس ما فيها شي، فاتوا لعبوا فيها حبستهم فيها عبين ما خلصت يعني. خليتهم هون قلتلهم خليكن هون يعني، فقلبوا المخدات قلب، فرجعتن وبالمرة كنست قلت هيك وش على الماشي إلا ما في شي يعني. ما حبيت أشيله يعني خليته مثل ما هو. يعني الصراحة كلياتنا عنا أولاد وكلياتهم بيعملوا هيك يعني شي طبيعي جدا. كنا واحنا صغار نعمل أكتر منهم، خص هيك وقت اللي أهالينا يعزلوا وهيك دخيل الله نمسك الطراريح والمخدات ونكيف وننط عليهم. شو كنا نسوي؟ ولا البيوت اللي نعملها بالمخدات ونعمرها. آخر شي كانت تجي أولاد كل واحد تجي أمه تخرب له هذا البيت. بس شفت هيك مقولة عنه عن جد معهن حق. هل هذا بيت الطفولة اللي خربته أمنا بصغرنا؟ عن جد معهن حق. مرات بشوفهم هيك بتركلهم يا بقول خلص عن جد كنا نزعل وقت اللي تجي هيك وتخرب لنا كل شي وتهد وتنا يلا رجعوا كل شي لمكانه، والله عن جد كنا نزعل. فحلو الولد ياخد شوي حريته بالبيت مو بالمرة. يعني عملته هيك على السريع على الماشي ورجعتهم. مع العلم مسرع الفيديو والساعة يعني الفيديو بتحسوه شوي يعني، بس أكتر من هيك بتصير الصورة ملخبطة يعني. فحسيت إنه هيك أركز يعني خليتها هيك. انتو شاركوني آراءكم طبعا يعني بالتعليقات تحت الفيديو. يعني أنا دائما بسألكم إنه شو بتحبوا، إنه الفيديوهات طويلة قصيرة، يعني شو بتفضلوا أصور وهي. فإن شاء الله يعني أنا بحب إنه آخد النسبة فيكم يعني الأكبر وأعملها. يعني شوف إنه شو بتحبوا وهيك. فأغلب الأمراض إنه ما بشوف تعليقات على هذا الموضوع إنه أعجبني وشغلات إنه حلو وهيك. فأنا بضيع الصراحة ما بعرف شو هو اللي بالضبط لازم أعمله يعني. فلا هيك والله.
يعني إذا عندكم تعليق فاكتبوه تحت. هيك خلصت البيت كامل من جوا، وهون كنا مفطرين وهيك طبعا، وشاي وقهوة وهيك بتعرفوا انتو. ف يعني اجيت جليت ومسحت المجلة كلايتها ولايفت الغاز كماني وخلصت. يعني هون يعني هذا هيك روتيني، هيك يوم كامل مثل ما قلت لكم. بعد هذا الشي يعني بيجي بعمل طبخة وهيك. بس أنا هون اليوم الحمد لله مأمنة، يعني ما عندي شي، عم بشتغل ومرتاحة يعني. وحتى بالسهرة الصراحة يعني شاركت بس من دون عذاب، يعني اعتمدت على الجاهز. أنا جبت قاربي الكيك يعني وهيك، فما سويت شي إنه تحضير إيدي وهيك. كنت يومها تعبانة فما سويت الصراحة. هون قلت على السريع خليني لايفة وفضي المجلة، يعني من عيد الشي يعني المجلة ضيق، والسهرة رح تكون عندي يعني، وخصت بشان التصوير والإضاءة وهيك فخليتها عندي. قلت لهم لا جيبوها لعندي، خليها تكون ببيتي يعني مشان إنه يعني أصور وتكون الإضاءة منيحة وهيك. فما حكوا يعني، وإحنا كلياتنا من الصراحة مشتركين فيها. إحنا 4 يعني، أنا ورفقاتي يعني 4 بالبناية، فسويناها الصراحة. كل وحدة فينا جابت شغلة. حلو هيك إنه يكون عندكم رفقات قريبين منكم يعني، ويكون في ود يعني، خصوا بهالأيام. الله هيك يديم المحبة يا رب، خصوا بهالغربة. ومثل ما قلت لكم أنا رفقاتي يعني مو غريبات، فكلهم بيقربوني وهيك يعني. ما بعرف، أنا بحس إنه فيديوهات الجري مملة، ما بعرف ليش. أنا إذا بتلاحظوا بترجعوا لفيديوهاتي، إذا في فيديو فيه جري دغري أنا بسرعه مباشرة. وما بحب إنه هيك أتأخر عليه يعني. بتحسوا ما بعرف ليش أنا نفسي لما بتفرج بحس بمل. انتو هيك ولا لأ؟ عشان أعرف يعني. هو والله هيك على السريع دغري يعني، إنه صرت أسرع وهي، بس بحيث إنه ما يبين إنه كتير ملخبط وهيك. هون بلشت فضهم يعني على السريع، وسطرتهم يعني، رجعت كل قطعة لمكانها، بس ما شاركتكن يعني. مثل ما نكون شايفين الفيديو ما شاء الله منه يعني قليل. عن جد بنت واحد يصور روتين كامل مع طبخة وهي، صدقا الفيديو بينزل ساعة ونص مع التسريع والمونتاج ومع كل شي. فيعني الواحد لهيك بيصور أمرات أجزاء يعني، ما بيحب يصور الواحد كل شي. مو لأنه عذاب وهي، يعني هو عذاب طبعا يعني، خص بالمونتاج وهي بصير يعني الفيديو أكتر من ساعة. يعني حتى إذا بدكم تراجعوا بدكم تراجعوا ساعة كاملة وهيك. فإنه صراحة إيه، بس إنه كتير بياخد وقت. فلهيك أمرات أنا بحب شاركهم أجزاء يعني، مو كل النهار وهيك. فباخد هيك أجزاء بسيطة جدا. انتوا اكتبولي شو بتحبوا يعني، إنه يكون يعني روتين كامل بالبيت وهيك يعني، ويكون مقاطع قصيرة، ولا مثلا أجزاء وتكون مقاطع وسط مثلا. إيه إن شاء الله هيك أنا بقرأ التعليقات يعني كلياتها، وبشوف يعني شو انتو حابين. الحمد لله هون خلصت الجلي وليفت الغاز هيك على السريع. صراحة الغاز أنا كتير بيعذبني يعني، عندي شبك الغاز من الحديد التقيل يعني، وزن ولبكي وهيك ما خفيف بين إيدي. فبحس بطول عليه كتير، بضل يعني أكتر من 10 دقايق كمان. بس يعني قلت خلص روتين كامل يعني، وصايرة وعم بشتغل بخلص كل شي اللي بالمرة مشان أتهنى بالسهرة كمان. طبعا لحد الآن إسا عالدنيا نهار وهيك يعني، هذا كلياته من الساعة 2 لقريب المغرب. هاي آخر شغلة بروتيني يعني، كانت الغاز. الحمد لله يعني ما ضل عندي شي مثل ما نكون شايفين. قلت راح أقضيها كلياتها ملصقات وهيك يعني، فمسكت الهاتف بإيدي والله وصرت أصور يعني. صراحة كتير صعب.
وإن شاء الله كمان هيك تكون صورة أوضح يعني. حسيت إنه عاطي عتمة مع إنه ضو يعني، رغم إنه ضو الستاند وضو النهار. بنات ما تنسوا تكتبوا لي من وين عم تتابعوني يعني، صراحة هذا الشي كتير بيسعدني إذا حبيتوا طبعا يعني. وهيك خلصت. كمان انتو يعني شاركونا شو بتعملوا بالنهار وهيك بالتعليقات تحت، يعني الواحد بيتسلى وبيشوف يعني، وإذا في أفكار جديدة بتمنى تشاركوني إياها، وإذا عندكم آراء تكتبوها تحت، واكتبوا لي شلون بتقضوا نهاركم، خاص بالنهار الشتوي وهيك يعني. شفتوا الليل طويل ما شاء الله، الواحد يعني بيمل عن جد. صحيح نهار قصير وهيك يعني، بس إنه الليل طويل يعني بيطالع الفرق. هون هيك إجوا الصبايا، ويعني وكل مين جابت الأغراض اللي ساوتن، يعني كل مين ساوى شغلة مثل ما قلت لكم. ناس ساوت الكنافة يعني والبيتزا سوا، وناس ساوت العوامي واليالنجة، ومعاهن اللهم صل على سيدنا محمد القطايف، وناس ساوت تبولة، وأنا جبت الكيك وهيك يعني. هيك كان شكل السفرة يعني. صورت لكم كمان شوي بالبيت. صراحة كان الأكل كتير طيب، لدرجة إنه آخر شي ما حسنا ندوق الجاتو أبدا يعني. عن جد طقينا الحمد لله يعني، إنه شبعنا أول مرة إنه هيك. إنه عن جد أنا بالنسبة لي أول مرة بكوني قاعدة مع حدا وماخدي راحتي بالأكل يعني، مو رفقاتي وإننا سنة مع بعض وهيك، فإنه أول مرة بيكون قدامي كذا صنف، وإنه باكل لأشبع وهيك من دون خجل ومن دون هيك. تحس الواحد إذا ما حدا بيتلبك يعني. طبعا مو عطوة، بس إنه ناس وناس وهيك يعني، شو بعرفني. هيك كان شكلها. مثل ما قلت لكم ما طبخت، وهيك كان يومي ليوم كامل الحمد لله يعني، مثل ما شفتوا. وهيك بالسهرة سهرنا والله، كانت سهرة كتير حلوة يعني. وإن شاء الله هيك تكون ذكرى حلوة، إنه يعني إحنا دائما بنعمل هيك سهرات يعني، كل فترة وفترة بنحب نغير روتين يعني ونغير شكل. إيه يعني ولهون يعني كان اليوم هيك، والسفرة هيك كان شكلها بالنهاية. هي يعني الصورة بالبيت لهيك تغيرت الإضاءة عليكم. فهون دغري بلشت يعني أنا صب الكولا وهي، فقلت حاجة أقضيها تصوير تصوير تصوير، يمكن داخلهم مني. بتعرفوا انتوا صار انه يوتيوب وهيك، لك اذا شو ما عملت استنوا بدي اصور، استنوا بدي اصور. فعن جد بس لا، مو على طول انه بصور، انه بحاول انه كل يومين انه اصور يوم هيك، من جهة مشان ما اتعب، ومن جهة انه يعني بحس انه كتير بده وقت هذا الشي، وبياخد من يعني من حياتكم الخاصة وهيك. فيعني بحاول قد ما فيني هيك يعني، انه كل يومين ثلاثة. وانتوا اكتبوا لي شو بتحبوا، كل اسبوع مرة ولا كل يومين ثلاثة. وطبعا أمرات والله يعني بسبب النت، وأمرات بيكوني تعبانة حسب. بس بحاول بجهدي إنه يكون في عندي فيديو أنزله، بحيث إنه ما أتأخر أكتر من 3 أيام يعني. وأنتوا اكتبوا لي شو بتحبوا طبعا. بتمنى هيك تشاركوني آراءكم، وإذا وصلتوا لهون يعني شفتوا الفيديو الأخير، بتمنى تحطوا لي قلب تحت مشان أعرف مين كمل الفيديو. وبتمنى يعني تشتركوا بالقناة إذا كنتوا جداد يعني، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد مني، وتدعموني بلايك يعني. وعلوها هيك تشيروا الفيديو لكل الأصحاب عندكم، مشان يعني هيك عيلتنا تكبر إن شاء الله. يعني أنا بكبر فيكم إن شاء الله يا رب هيك يعني، وتكبر القناة يعني. وهدفي من القناة إن شاء الله نوصل لأكبر عدد من المشتركين يعني. والحمد لله يعني أنا ما توقعت الصراحة هذا التفاعل يعني، بغض النظر يعني على بقية القنوات وهيك، فشفت يعني إنه الحمد لله في تفاعل يعني، والوضع تمام. فبتمنى هيك تضلوا يعني تدعموني وتشجعوني مشان يعني أكمل تصوير وهيك.
وهون آخر السهرة متل ما قلت لكم ما أكلنا من الجاتو، فعن جد تغلبنا وما عاد نحسن يعني ولا لقمة أبدا خالصين، فخلينا الجاتو لآخر السهرة، وعملنا فنجان قهوة على السريع والله، ويعني وقعدنا هيك بعد ما هضمنا شوي طبعا. كان طيب والله كتير، ما حسينا أول شي بطعم، قلت لهم ما في داعي نفتحه، إذا بدنا نفتحه عن جد ما رح نحس بالطعم أبدا، وما ضل مجال إله يعني. شفتوا هيك أنا إحنا يعني من عشاق التبولة، مو بس أنا يعني، لما بتحضر هي واليالنجي ما بنحسن ناكل شي تاني، وخص إنه في يعني يالنجي وشو اسمه بيتزا وهي، فمن هون لقمة من هون لقمة عن جد الواحد بيشبع يعني. فالحمد لله كان نهار كتير حلو، سهرة بتجنن يعني، وانبسطنا فيها كتير. بتمنى هيك مثل ما قلت لكم تشاركوني آرائكم، تعطوني رأيكم بالفيديو، وتدعموني حتى لو بلايك. ولهون حبايبي بكون وصلنا لآخر الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوني من الدعم، تضغطوا على زر اللايك وتشيروا الفيديو لكل الأصحاب، وتشتركوا بالقناة وتضغطوا على جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شي جديد مني. ومع السلامة.